وهنا المفارش الصغيره دي برضو بقالها كذا سنه. دول اللي هم المفارش يعني وسط، مش صغيرين قوي يعني. الصغيرين خالص دول انا يعني ايه ما استخدمتهمش يعتبر، حطيت بس 2 على فرن الكهرباء في المطبخ، والباقي ما فرشتهمش. وهنا ده المفرش الكبير اللي انا بحطه على الكنبه، طبعا عارفينه رسمه كامله، انا بس سرفلته لان هو ما كانش متسرفل، فظبطته كده شكله بقى حلو جدا. وطبعا حبال الزينة دي في حبل اللي هو عبارة عن فرعين، ده نوعه كويس بحطه في الصالة، وفي اللي هو اللي انا قصقصته ده ما كانش يعني كان رخيص فبحطه على باب الشقة من بره. والمفرش اللي هو التاني ده بتاع الترابيزة طبعا عارفينه برضو. وهنا دي اللي هي بتاعة المناديل، كل الحاجات دي عندي طبعا بقالها سنين يعني، وفي حاجات من اول ما اتجوزت. وهنا الفرع ده برضو كان عندي السنة اللي فاتت عليه كده شخصيات، ده اللي هو الوسط، وفي اللي هو الكبير اللي انا بلزقه في المطبخ، وريتهولكوا قبل كده وبرضه هوريهولكوا ان شاء الله لما انزله في الفيديو بتاع المطبخ. اهو بصوا ده شكله، في اكتر من شخصية تقريبا بتاع 4 شخصيات، بس شكلهم حلو جدا يعني. كنت جايبة الفرع ده ب10 جنيه تقريبا السنة اللي فاتت. دي بقى حبال النور، عايزة اقولكوا ان انا عندي بتاع 9 حبال نور باللي انا جبتهم جداد السنة دي. هنشوف كل حاجة مع بعض. عايزة اقولكم ان يعني الفيديو ده بيبقى مبهج جدا بالنسبة لي، سواء تصويره او ان انا بعلق الزينة، الكلام ده كله بيبقى يعني فرحة تانية بصراحة. بصوا بقى هنا دي الانوار اهي، دي لمبة الديسكو، وهنا ده حبل نور، هما حبلين نور، واحد على شكل فوانيس والتاني على شكل نجمة وهلال. الحاجات دي بقى اللي جايه لنا السنة دي برضو هدية، اللي هي مكتوب عليها رمضان كريم دي. دي جايه لنا هدية. والحبل النور ده اهو، ده بفيشتين. يعني ايه تركبي الفيشة بتاعته في الكهرباء يشتغل، والفيشة التانية تحطي فيها اي حبل نور تاني فتنور. فاهمين الفكرة ايه؟ بس حلو جدا جدا بصراحة. وبرده حبل الزينة ده برضو جاي هدية، والحبل اللي هو الشخصيات ده يعني اللي هو الخيامية اللي ورا، وحبل الشخصيات ده جاي برضو ايه مع الحاجات دي. عليه بقى يعني اكتر من شخصية، عليه بكار وبوجي وطمطم وجدو شكشك ده ولا عمو شكشك، حاجات كتير. اسر كان فرحان بيهم جدا يعني. انا كده عندي من اللي هي فروع الشخصيات دول 3، الكبير والوسط، الوسط 2. بصوا بقى ده مامتي كانت جايبهولي من اسماعيليه، حبل الزينة ده مش ده يعني ايه، مش بلاستيك ومش ورق، هو عامل كده زي القماش بس خفيف جدا. ده انا علقته في الطرقه، شكله كان تحفه. وجابت لنا برضو الحاجات اللي هي بتاعه التلاجة دي اللي بتتعلق على التلاجة. وده حبل نور لونه احمر، وواحد تاني لونه اصفر هوريهولكوا بقى في الاضاءه بيبقى عامل ازاي. وجايبالي ده كمان اهو اللي هو في العلبه ده، عايزه اقول لكم ده تحفه تحفه، نوره حلو جدا، نوره كبير كده والضي بتاعه حلو والوانه كتير. كانت برضو جايبه لنا هديه ماما. ودي المصليه كنت وريتها لكم قبل كده في فيديو، كانت ماما اللي مديهاني يعني. فدي كده الحاجات اهي الجديدة والقديمة، هوريكم بقى كل حاجة بعد ما نعلقها. حبلين النور دول اللي هم الاحمر والاصفر بصراحة عاجبيني جدا، هي ماما كانت جايبالي بدلهم حبل النور كده اللي هو الاسود ابو 45 جنيه ده، اكيد كلكم عارفينه. فانا رحت بدلتهم وجبت بدلهم الحبلين دول. هي بصراحة يعني جابت لي الحاجات دي، وهي بتشتري حاجات ليها برضو بتاعه رمضان وكده، فجابت لي الحاجات دي، وكانت جايبة القاسر كده في نص غنطت، غير طبعا الفوانيس اللي هي بتاعته بتاعه رمضان اللي هي بتجيبها له كل سنة. هوريها لكم دلوقتي، هنشوف كل حاجة مع بعض. بصوا هنا بقى ده شكل الاضاءات بعد ما طفيت النور، حبيت ان انا اوريها لكم كده. ده الحبل اللي هو الاصفر، عايزه اقول لكم لما اتفرد هو والاحمر شكلهم تحفه. الاحمر ده انا حطيته في البلكونه، لما ببقى بشوفه كده من بعيد شكله بصراحه مبهج جدا وحلو جدا. ما حبيتش ان انا احطه في الشقه لان انا عندي ليد احمر، بحطه في اي مكان انا حباه يعني، احيانا كتير بغير في المكان بتاعه، فحبيت ان انا احط ده كده في البلكونه. والاصفر حطيته في الطرقه برضو، هنشوف كل حاجه في الفيديو، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. دي بقى اللي هي الاضاءات اللي هي القديمه اللي عندي، اللي هي على شكل فانوس وهلال ونجمه. ده بقى الحبل اللي هو الكبير اللي ماما جايبهولي اهو، بصوا شكله. هو طبعا الحاجات مش باينه قوي، ولكن ان شاء الله هتبان يعني ايه لما تتعلق. ده بقى الحبل اللي جاي لنا، هو للاسف يعني فيه سلك متحرك او حاجه، فهو طبعا يعني ايه بينور 4 الوان، فللاسف في حبل واحد بس اللي منور، اللي هما اللونين بس يعني نورين بس للاسف انا ما اكتشفتش الموضوع ده غير بعد ما علقته، فكان صعب ان انا انزله تاني، فعادي يعني شغال.
هنا بقى انا بدأت كده ان انا الم الحاجة، لان اليوم اللي انا كنت بوريكم فيه الحاجة وبصور ده هو نفس اليوم اللي انا علقت فيه الزينة. وزي ما قلت لكم انا السنة دي معلقة الزينة بدري شوية، لان كانت مامتي واختي كانوا عندي وكده، فعلقت الزينة في نفس اليوم اللي هما كانوا فيه عندي. فاستغلت الفرصة وقلت كده تبقى الفرحة فرحتين، ونعلق الزينة كده مع بعض وهما موجودين ونحس كده اجواء رمضان. ده طبعا الفوانيس بقى هوريها لكم اهي. الفانوس ده طبعا معروف اللي هو الكبير ده، انا موريه لكم من كذا سنة لما كان معمول لي، يعني لما جوزي وصاحبه كانوا عاملينهم لي. الكبير ده والصغير اللي جنبه ده كان معمول منهم اتنين، واحد اديته لاختي والتاني لسه موجود عندي اللي هو ده. والفانوس الابيض ده كانت اختي جايباهولي تقريبا اول رمضان ليا في بيتي. والفانوس الذهبي اللي انا طلعته من الكرتونه قدامكم ده ماما جايباه السنه دي لآسر. فهو بصراحه يعني شكله قيم جدا جدا، وطبعا انا شيلته تاني يعني عشان احافظ عليه، لان آسر مش هيكمل معايا يومين بالظبط هيكون مكسره. والفانوس الاسود اللي انا وريته لكم اللي هو ده انا كنت بس بنوره اهو. ده طبعا شكله برضو قيم جدا جدا وعجب ناس كتير، يعني كل اللي يشوفه يعجبه. فده كان برضو جوزي جايبهولي السنه اللي فاتت تقريبا. بس كان جايبه يعني ايه، جابه بعد رمضان كده. والفانوس اللي هو الصغنطط ده اللي انا لسه منوراه ده خالته اللي هي اختي يعني جايباه لآسر السنه دي، وهو بينور وبيغني الاتنين. انما اللي ماما جايباهوله ده بينور بس. ولكن بصراحه شكله يعني قيم جدا وعجبني كده يعني شيك. بس كده دي الفوانيس اهو، ده شكلهم كلهم بينوروا ما عدا اختي جايباهوله ده بينور وبيغني. شكله قيم جدا وحلو جدا برضو. بس طبعا مش عايزه اقول لكم آسر يعني فرحته بالفوانيس دي بتبقى عامله ازاي. هنا بقى بصوا ده المفرش اللي هو الجلد ده اهو. ده طبعا بيتباع بالمتر في كل حته تقريبا، المتر بيبقى عامل 25 جنيه. ولكن هو عندي بقاله يعني كذا سنه، مش عارفه من اول رمضان تقريبا عندي حاجه زي كده. ولكن ما بفرشوش، يعني فرشته في سنه كده زي الستاره. وبعد كده بصراحه بقيت بستتقله فما مش حباه يعني ان انا افرشه، بس شلته وقلت هيجيله استخدامه يعني وهبقى افرشه. فطبقته وشيلته تاني. بس حبيت كده ان انا اوريهولكوا لان السنه اللي فاتت انا نسيت ان انا اطلعهولكوا من ضمن الحاجات. بصوا هنا بقى كده خلاص اهو، ده الشكل كده النهائي. انا لفيت الليد الاحمر على الفانوس بالشكل ده. انا طبعا يعني كنت الاول عاملاه في المكان اللي هو بتاع الصلاة، وكان برضو شكله حلو، ولكن حسيت ان الموضوع مش مستحب فروحت حطاه جوه الفانوس بالشكل ده ولفيت حتة من بره عليه لان هو طويل جدا يعني. هنا بصوا بقى ده حبل الزينة اللي ماما جايبهولي اللي قلتلكوا عليه، علقته في الطرقة وعلقت عليه حبل النور الاصفر. بصراحة شكلهم حلو جدا وعاملين كده اجواء جميلة، يعني انا عامة بحب النور الاصفر جدا. فعاملين لي بصراحة جو جميل جدا كده. فبصراحة بنوره بالليل خالص لاني بطفي الشقة بالليل فبسيبه هو الوحيد اللي منور. وهنا ده اللي هو الركن بتاع الصلاة اهو، هبقى اعرض لكم الصور بتاعته لاني معرفتش اصوره فيديو كويس. طبعا بصوا بقى المخدة اللي انا حطاها بتاعت فنانيس دي شكلها شيك جدا وقماشتها كمان حلوة جدا. ووزعت بقى المخدات كده على الكنب وعلى الكراسي، شكلهم حلو جدا ومبهج كده وشكلهم شيك. اهو ده الشكل اهو. بس انا طبعا زي ما قلت لكم شلت الليد الاحمر ده وحطيته في الفانوس. انا بس كنت اخد الصور دي قبل ما اشيل الليد. هنا بصوا بقى الترابيزه اهي حطيت عليها المفرش والفانوس الاسود، وكمان الفانوس التاني من تحت بالشكل ده. وهنا بقى ده الحبل اهو، انا ضميت الشخصيات اللي هي الكرتونيه دي، ضميت الحبلين في حبل واحد وعلقتهم في الصاله بالشكل ده. شكلهم حلو جدا. وهنا مشيت عليه الحبل النور اللي قلت لكم عليه ده اللي هو بفيشتين. وكمان استغليت الفيشه اللي هي اللي بيتركب فيها فيشه تانية دي، في اني انا علقت حبل نور من بره على الشباك بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان الفكره حلوه جدا، حتى يعني واحده جارتي كده عجباها يعني بتقول لي فكره جديده ان حد يعلق على الشبابيك من بره. وانا طبعا لان عندي شباكين في الصاله كبار فعلقت عليهم هما الاتنين زائد البلكونه معلقه فيها حبلين. فالموضوع مبهج جدا. فقلت لها انا بحب يعني بص ما بفرحش نفسي بس انا بفرح الشارع كله معايا كمان. فبجد الموضوع بيفرق جدا يعني. ففرحوا بيوتكم وعلقوا كده في البلكونات، لو ما عندكيش بلكونه علقي على الشباك بتاعك من بره ما فيش اي مشكله. المهم ان انت تعملي تغيير والتغيير ده يحسوا بيتك وولادك. فصدقوني الموضوع بيفرق جدا يعني في النفسيه. هو شهر واحد بس في السنه 30 يوم في السنه فالموضوع فعلا بيبقى مختلف. هنا بقى كان آسر عمال يستفز فيا، يعني انا طفيت النور وحاولت ان انا ايه اصور لكم كده الاضاءات بعد ما طفيته، فهو بقى كان عمال يلعب كده كل ما اطفيه نوره. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده
دي بقى حبال النور اهي، واحد حطاه في الشجرة وواحد على الشاشة واتنين على الشبابيك واتنين على البلكونة وواحد في الطرقة وواحد في الصالة كده على حبل زينة الكرتون دي اهو. ده شكله طبعا هو طويل جدا. الاتنين الكبار اللي عندي اللي هو على البلكونة واللي هو في الصالة ده اللي انا وريتهولكوا، وكمان اللي في الشجرة من جوه. التلاتة دول طوال جدا عندي. هنا بقى بصوا دي لمبة الديسكو، انا جبت لها اللي هي الفيشة اللي هي تركب فيها دي على طول، مش لسه هعلقها في الدوية من فوق ولا كده، لا عادي احطها فيها واحطها في اي فيشة كهرباء تحت عادي. فانا مش عامله لها بصراحه مكان معين، يعني الموضوع ده سهل عليا الدنيا خالص، يعني ساعات احطها في المطبخ، ساعات احطها في الصاله، ساعات احطها في البلكونه، يعني بفرح كده البيت كله. زي ما انتوا شايفين شكلها عامله زي ما يكون في فرح في الشقه، فهي مزعجه جدا بالنسبه لي. فايه يعني كده ما ببقى رايقه بحطها، ساعات اسري يخلينا قاعدين كده ويروح هو حاططها ينورها، لان هي بزرار يعني زرار يفتح ويقفل. هنا بقى دي الزينه اهي بتاعت البلكونه، وكمان علقت حبل الزينه اللي هو الخياميه الجديد، علقته معاهم كده بطول البلكونه كلها. وزي ما قلت لكم كمان علقت على باب الشقه اللي هو الحبل اللي انا كنت مقصقصاه السنه اللي فاتت ومعلقاه على الباب. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش علقوا زينه وافرحوا، علقوا زينه ما بينكم وما بين جيرانكم، فرحوا جيرانكم وفرحوا بيوتكم وولادكم. رمضان كريم. وطبعا ما تنسونيش في اللايكات، وكمان اشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي، وشيروا الفيديو لاصحابكم، واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.